لكي أتعلم وأتعرف أكثر على الدعاة وأستفيد و فكان هذا الرحلة تاعي. يقال أنك دخلت السجن في ليبيا. على الأقل خليني نقول لك بلي رحت قدام، عرفني لا رحت قدام من بعد. فكان التنقل تاعي إلى ليبيا عن طريق تونس، وكان في رمضان. ومما أدهشني في تونس يومها، يقولوا الناس بأن الإنسان لن يعرف قيمة وطنه وبلده حتى يخرج منها. وقديما قالوا لن تعرف النعمة إلا إذا لن تعرف النعمة إلا إذا خرجت منها. لما وصلت لتونس في هنا في الجزائر قلت لك مهما كان الشعب غافل، مهما كانت الأمور نقولوا شوية من ناحية الدين مظاهر الدينية غير موجودة، ولكن الشعب كان عنده تمسك بالقيم العميقة، وكان لا يقبل التطاول على الدين ولا أن تمس قداسة الدين. ولكن لما وصلت لتونس تعجبت، الناس ياكلوا في النهار هناك. يعني طبعا نحن ضد التعميم، كل لا شعب لا حاشا، لا أنا كل شعب فيه أنا نتكلم على النظام كنظام، مانيش نتكلم على الشعب التونسي شقيق وحبيب وهو منا ونحن من عرق واحد، من أبناء المغرب العربي الكبير. وطبيعة النظام هذا لا يناقش الأمر هذا. أنا أناقش طبيعة الأنظمة. يعني النظام الجزائري رغم ما يقولون في ذلك الوقت كان يفتح وكان يدفع بطريقة ما إلى التمسك بالقيم. كمل لي في الرحلة تاعك. أنا جايك نقول في الرحلة تاعي. لما مشيت لتونس تعجبت يعني من الحالة اللي كانت فيها تونس على كل حال. النظام البورقيبي يعني فكنت يعني متعطش نوصل للقذافي، على أساس أن القذافي الوقت هذاك كان يعني من التيار الأوروبي الكبير، من التيار تاع عبد الناصر وبومدين وغيرهم. وكنت أسمع على أن اللغة العربية هناك يعني منصورة ومكرمة معززة. نعم. وكنت أسمع أيضا على أن الدين أيضا محترم ومقدس، وكان يتوصلنا على كل حال الشعارات الكبيرة الرنانة. نعم. القرآن شريعة المجتمع وغير ذلك. فكنت متعطش نوصل ليبيا، وبالفعل وصلت ليبيا. ونحكي لك حكايه هذه لازم تسمعها، زين نرجع لك للتعريب. لما وصلت للحدود الليبيه التونسيه كان الباسبور تاعي الكبير القديم هذاك، وكان مفرنس ما كانش مهرب. المشكله اللي لقيتها تما مع الليبيين، مع رجال الحدود الليبيين، لو كان فتح الارض كنت ندخل. لما وضعت الجواز السفري بدا يقرأ فيه ثم غلقه واعاده اليه. قلت له ما الذي حصل؟ قال لي أنت لست عربيا. هكذا. أنا عربي وأتكلم العربية وأنا أخاطبك بلغة فصيحة، وكنت أحب الفصحى من ذلك الزمان. قال لي كلا أنت تتكلم فرنسية. فقلت له كيف هذا؟ قال لي لأن الوثيقة الرسمية التي استخرجتها من بلدك تؤكد أنك تتكلم الفرنسية ولا تتكلم العربية. واشترط علي مليح، اشترط علي قال لي أن تعود إلى القنصلية الجزائرية في تونس فتعرب هذا الجواز السفر ثم استقلت ليبيا. ربما تصرف معزول، لأنه الجزائريين كلهم كانوا يدخلون إلى ليبيا ويخرجون ولا يحدث لهم هذا المشكل. كان يحدث. دعني أكلمك. كان معي واحد الشيخ تونسي عالم على كل حال، كان يقرأ في السعودية هذاك، ووقعت بيننا مودة في الطريق. نعم. لأن لما وصلنا لصفاقس كان المغرب بيدن، فالناس كلها كي هبطت من الحافلة هرعوا جميعا يبحثون عن الطعام. نعم. وأنا بقيت أبحث عن المسجد وهو يبحث عن المسجد. فنبهنا رجل إلى مكان فصلينا فيه. نعم. فلما صلينا أخذني وقال لي تعال تتناول الفطر معي، وكان قد هيأ من بيته فيجب أخذ معه. فأكلنا قال لي أين تريد؟ قلت له إلى ليبيا. قال لي أنا أيضا ذاهب إلى ليبيا. قال لي نترافق. ماذا حدث لك في ليبيا؟ في النقطة الحدودية ولم يتدخل هو، وترجى ذلك الشرطي وليبي لما مرت.
فطلب منه، قال له: يا رجل، هذا شاب ولا دخل له في هذا الامر تاع الشاب عون يعني الليبي ربما من زوج ثلاثه. انا اول مره اسمع بهذا. ها تسمعني قلت لك. نعم. الحمد لله فيت بها الشعب الجزائري، فهمت. ف قالوا بلي هذا متشبع بقيم العروبه، فلماذا تحاسبه على نظامه؟ نعم. والدنيا. ومن بعد دخلنا وبومدين وكذا، وهو رجل عروبي وهو فطلب مني، قال لي: تمر على ان تعاهدني فور ما توصل لطرابلس تمشي للقنصليه تعربوا، ان عرب الجواز ابقى في ليبيا، لم يعرب عود. وش دخلوا يعني؟ ما دخلوه في لأنه يتصرف كمواطن في دولة لها سيادة تشترط شروطها على الآخرين ولا يشترطون عليهم شروطهم. مش كما احنا اليوم يجيني الواحد بيفرض علي الفرنسوية تاعو وأجبر أنا على التحبب إليه وأن أعامله معاملة وكأنه هو سيدي، موضوع ويحتقرون اللغة العربية في جميع الأماكن. تتكلم في ليبيا، في السياسة، في كل مكان. تتكلم في ليبيا وليس في الجزائر. الجزائر موضوع آخر ووضع آخر، لكن بلد مثل ليبيا له الحق في أنه يضع القوانين التي هذه نقول عليها، تلست عليها. فالحمد لله لما وصلنا ليبيا احنا كان اليوم عيد ضدك، احنا ما كناش لأنه هما كانوا يعيدوا قدامنا بنهار، كنا احنا في الوقت هذاك نوخروا العيد، فكان يوم عيد. لما وصلت للسفارة لقيت السفارة مغلوقة، ومن من محاسن الصدف دعني أقول أو من الموافقات أن السفير كان خارج قد في الباب، وأنا أحس فيه بمجرد موظف. سألته قلت له: وقع لي فغضب. قال لي: هكذا؟ قلت له: هكذا. دفعت ثمنا غاليا، أخذت دروسا كبيرة في الوطنية وفي العروبة وفي كذا وفي الإسلام وكذا. قال لي: لا ضير. ودخل وعرب الباسبورت في اللحظة ورجع لي الباسبورت. وهو مشكور وأنا أحييه على كل حال. فهنا في ليبيا لا أخفي أن المجتمع الليبي آنذاك الذي كان يعني مسلم بالفطرة وعربي اللسان أيضا بالفطرة. كانت أنا نقول لك من ابناء العرب اللي خلطتهم، لان ليبيا كيف ذاك الوقت كما تعلم كانت ملجأ ومأوى لكل يد العامله والعالميه. هناك من رومانيا، من امريكا، من ايطاليا، من فرنسا، من اليابان، من الفلبين، من كل مكان، من العراق، من سوريا، من الاردن، من مصر، من كل مله. كاين 3 ملايين ونص اجنبي وكاين 3 ملايين ليبي. فأنت عندما تكون هناك تعيش في بلد يجمع مختلف الثقافات. الشعب الليبي أنا أقول كم بقيت في ليبيا؟ بقيت حوالي 3 سنوات تقريبا. هل صحيح سجلت في ليبيا؟ لم أسجن في ليبيا أبدا. أنا في ليبيا كنت استعد باش نروح العراق، لأن نرجع للتعليم ثانيا. العراق نعم. لأن العراق في ذلك الوقت كان كيش نقول يعني الخط الأمامي تاع العروبة على كل حال. وكانت الجامعات في ليبيا والتعليم في العراق كان مفتوح لأي كان. يعني حبيت تروح تكمل دراستك في العراق؟ اسمع لي، التعليم بالعربية في ذلك الوقت كان مفتوح لأي كان سوريا يتعلم بالعربية، لكن التسهيلات اللي كانت في العراق غير التي كانت في سوريا. فدفعت انا طلبت باش نمشي للعراق لكي استمر هناك في التعليم. وايضا لكي اتكون في وسط الحركه الاسلاميه الموجوده اللي كان يقودها الصواف في الوقت هذاك، محمد الصواف، وكذلك الحركه العروبيه. ومع الاسف كان طلب مني في الوقت في السفاره ان اجمع كامل الشهادات المدرسيه من اول سنه الى اخر سنه. هي اللي تسمح لي باش نستمر في الاخر. بعثت انا لهم باش يبعثوا لي هذا الامر هذا. في تلك الايام ضاع مني جواز السفر، كان قدرا مقدورا. ضاع مني جواز سفري، فقمت بشكوى على مستوى السفاره وعلى مستوى الشرطه الليبيه ايضا، وسجلت المعلومات كذا وانتظرت. لكن مع الاسف الجواز تاعي التقط وسلم، لكنه ارسل للجزائر الى هنا الجزائر.
فبقيت أنا في ليبيا بعدها بدون أوراق، لم أستطيع أن أنتقل من ليبيا إلى أي مكان. فاضطررت هناك ذاك الساعة لكي أقوم بأعمال ولكي أتربى في وسط الحركة الإسلامية، وخاصة ليبيا. نعم، وخاصة الحركة التصوفية. تعلمت الكثير هناك، وانتقلت إلى بلد الزنتان، هذا الذي يسمعون عنه اليوم، وهي بلد جبلي بشعب يشبهنا من حيث التركيبة ومن حيث الأصول أيضا، وكان يميل إلى الجزائر كثيرا في كثير من الأمور. وكان لي هناك أحباب وأصدقاء وإخوة، وبقيت هناك حتى عدت عدت الجزائر. 3 سنوات. هل اشتغلت؟ عامين تقريبا. ماذا اشتغلت في البناء، وتستطيع أن تقول أصبحت مقولا. والتحق بهذا الأخ صالح الساحلي اللي كان معي هنا في الجزائر، وخدمنا، اشترينا ذاك الساعة المعدات وكل حاجة، وعندنا نخدموا للبيوت للناس على كل حال. ومن العمل إلى المسجد، كل الفراغات تاعنا في المسجد. كان هناك ثم العلماء المصريين كانوا شادين المعهد الإسلامي في الزنتان، فكونا صداقات كبيرة في المسجد، فكنا في المسجد نتعلم الكثير. وقرأت هناك تقريبا الكتب التي كانت وأثرت في حياتي. وهذه قصة تجارة المكسرات هذه، هذا كله كذب وكله زور وكله خيالات. لم أعرف لا الاتجاه تاع المكسرات ولا غير المكسرات. ربما الذي تكلم وأراد أن يبيع بعض المعلومات أخلط بين عملي في سنة 87 88 لما كنت أتنقل بين الولايات في إطار دعوي. وكان عندي صديق اللي نحييه سي موسى عيساني، راه نعتبره أخي الأكبر، وهو أحد الثوار المشهود لهم على كل حال الذين فروا من الجيش الفرنسي وهربوا الأسلحة في الولاية السادسة، وهو أحد الأذرع اليمنى لسي محمد شعباني، والذي عاش معه كل المراحل الأخيرة في حياته. وبقي كيف أخلط قلت وبقي يهتم بعائلته إلى عهد قريب، حتى طلعت الجبل وعائلة الشيخ شعباني مو لما تجي عنده الدار عند الجزائر. هذا السيد هذا كانت عنده واحد مصنع صغير لصناعة الألبسة، الشرقر، سون بتيتي كونفكسيون. وكان بحكم العمل تاعو الكبير طلب مني أن أمثل هذه الشركة عبر الوطن، ندي نوزع الثياب سميوها الأروقة في الوقت هذاك وسواق الفلاح، وفي نفس الوقت ابتاعوا البضاعة من 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 المصانع الجزائرية التي كانت تصنع النسيج. والذي يحسب الجزائريين أن الجزائر كانت ليس لديها شيء. الجزائر في الوقت هذاك من خلال تنقلات المكوكية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكانت الفرصة لكي يعرف الجزائر من تائها إلى تائها كما يقول الشيخ محفوظ نحن رحمه الله، تملك شبكة كبيرة لمصانع النسيج في كل الاختصاصات، يعني مصانع كبيرة جدا، سواء في الفلور، في الجين، في الأطوال، في الجبردين، في الفلانيل، كل موديل. سي مدني، حلقتنا هذه انتهى وقتها. أعرف منك في الحلقة القادمة كيف كنت فاعلا في جماعة الشرق، ثم كيف خرجت منها ودخلت وشاركت في تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ما كان دورك في ولاية جيجل، ثم أين برز دورك بالضبط بعد مؤتمر باتنا، كيف تم اعتقالك، السجن وهروبك من السجن، وبداية تأسيس العمل المسلح. كل ذلك وغيره من التفاصيل سنسمعها منك في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة أشكرك على الحضور، ونتمنى أن يستفيد المشاهدون الكرام مما قلته ومما ستقوله في باقي الحلقات. إلى ذلكم الحين مشاهدي الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.